وبالنسبة للأبناء كاين الأستاذة المحامية؟ اييه، عندي 4 ديال الوليدات، 2 بنيتات اولا، خولة ونوال. الحمد لله كلهم نتاج البكالوريا المغربية في علوم الرياضيات، هي في المدرسة العمومية دار السلام. بجوجهم قراو تما، وبجوجهم اعتز من الأطر المهمة اللي من بعد البكالوريا الرياضية داروا السنوات التحضيرية ودرسوا في مدارس عليا في فرنسا. وهذه المدارس العليا ولجوها بمنحة الاستحقاق الفرنسي، معناه عندما تقبل وتنجح في الولوج إليها تتمتع تلقائيا بمنحة من الحكومة الفرنسية لا علاقة لها بالدولة. فأنا اعتزيت البنيتة بجوجهم داروا هاد العلوم الإدارية والمالية إلى بغينا نقولوا التجارية، والحمد لله كلاهما معا. وحده حتى كملت هذه الجولة واشتغلت ودارت خبير حسابات ودارت كذا، فاختارت أن تعود لمهنة والدها المحاماة، وزات المباراة المحاماة فرنسا، واشتغلت في فرنسا في مهنة المحاماة، ثم دخلت البلد. قلت لها مني كنت عوالة على المحاماة علاش درتي هذه الدورة كاملة من كذا؟ فهي بنفس المنطق اللي قلتي تتعتبر على أنه تكوين. عندي كذلك ولدين، الولدين كذلك أصلحهم الله بجوجهم داروا علوم رياضية بحال خواتاتهم، وكلاهما داروا السنوات التحضيرية، إنما هما ماشي في العلوم ديال المال والمحاسبة والاقتصاد، داروها في الهندسة. فواحد كبير متخرج مهندس إعلامي عنده شركة خاصة ديالو اللي هو حسن الشقر، والثاني ياسين سنة الدراسة ديالو ويشتغل الآن مهندس بباريس في فرنسا. إذن أنا تقريبا يمكن تعتبريني وصلت فيما يتعلق بتربية الأبناء إلى مرحلة التقاعد، كبرتهم جميعا. ما شاء الله تبارك الله. كبرتهم. بأن الاستثمار الحقيقي، البنك الحقيقي هم الأبناء. أنا نجحوا نجحتي، هذا هو النجاح الحقيقي. أنا سعيد جدا الحمد لله تبارك وتعالى أنه بالفعل كما قلتي تنعتبر الرأسمال الحقيقي والاستثمار الحقيقي، وأن يستثمر الإنسان في أبنائه ويعمل على أن يكون شخصيات تفيد أولا نفسها وتفيد ثانيا بلدها ثم محيطها أيا كان هذا المحيط. نعم. سي دريس لاحظ معايا كيفاش باقيين بعادين باش نغوصوا في عالم السياسة، هذا العالم البحر المتلاطم، ومشينا شويش متعمدة أننا يعني نكشفوا على أوراق اللي ماشي دائما كنتكلموا فيها، ماشي سي دريس دائما كيتكلم على العائلة ديالو وعلى الحاج إبراهيم، ولكن هنيئا لك، هنيئا للإذاعة الوطنية، لأنك حقيقة ما أحد. أنا دابا باش تعرفي فين واصل الابتذال أحيانا، فين واصل الأشياء في بلادنا. هناك من يحسب ميلادي في بوزنيقة وتكتبها في مواقع رسمية وكذا، وأنا واحد الخطأ كبير شائع. وهناك من يقول أن بنته هي ابتسام الشقر رائدة كذا وهذه، ويكتب. أنا لا يمكن أن أصعد، لا يمكن أن أتدخل لأجيب من لا يبحث ومن لا ينقب ومن لا يسعى إلى أن يقدم المعلومة الصحيحة. ولذلك اسمحي لي الأخت سميرة أن أهنئك، لم يحدث يوما أن خاطبني أو حاورني من كانت له المعلومات مضبوطة وصحيحة